مرحبا حبايبي، كل عام وانتم بألف خير. عيدكم مبارك، ينعاد عليكم يا ربي بالستر والصحة والسلامة والأمن والأمان. بما أنه عيد فأكيد العيد ما يحلى إذا مو كليجة. وصفات الكليجة صارت هواية بقناتي، لكن كل وصفة مختلفة عن الثانية، وهاي الوصفة أيضا طعمها كلش طيب، سهلة وسريعة جدا جدا سريعة. حتى إذا أنتم ملحقين تسوون راح تلاقون تسووها اليوم إن شاء الله. المقادير طبعا راح تكون الكيلو واحد من الطحين فقط، تضاعفون الكمية أو تقللوها على حسب الرغبة. نبدي بالمادة الدهنية، راح استخدم سمنة حيواني وزبدة حيواني. الزبدة هنا عندي بحرارة الغرفة، والسمنة فقط هي اللي راح أذوبها على النار. شوفوا قوامها جدا كريمي، يعني تقريبا شبه ذايبة. كيلو الطحين، طحين أي نوع، بيكنج باودر، خميرة فورية، حليب باودر ربع كوب، سكر حبيبات أيضا ربع كوب، وملعقة كوب من الملح. هنا بعد ما ذوبت السمنة على النار راح أخلطها ويا الزبدة، وراح أضيفه مباشرة على الطحين. هاي الخطوة كلش مهمة، وما راح أضيف باقي المواد. أول شي راح أبس الطحين والطحين طبعا هنا أنا خلته، راح أبسه ويا المادة الدهنية إلى أن تتغلف كل ذرة من الطحين بالزبدة والسمنة. طبعا الريحة ما أحكيلكم، ريحة الزبدة والسمنة سوا كلش ريحتها طيبة. هنا أنا عندي ملعقة بيكنج باودر، ملعقة شاي من البيكنج باودر ومن الخميرة الفورية، وملعقة أكل من الهيل، طبعا عفوا أنا نسيت أذكرها بالمقادير، ربع كوب من الحليب الباودر. هنا بعد ما خلطتهم كلهم ضفت كوب ونص من المي الساخن مذوبة بربع كوب من السكر، وملعقة كوب من الملح. قوام العجينة هنا راح يكون لا هو طري كلش ولا راح تكون قاسية كلش، راح يكون قوامها وسط مثل ما تلاحظوها بالفيديو. هنا أنا ما راح أخليها تتخمر، مجرد العجينة راح ترتاح فقط 10 دقائق. وراح أبدي أشتغل بيها مباشرة من بعد ال10 دقائق. هنا أنا راح أخليها ترتاح بعد ما كملنا. الحشوات طبعا هاي متروكة لكم اختيارية، أنا استخدمت إن أنا حشوة التمر التقليدية، حطيت لها ملعقة سمنة وهيل مطحون. وهنا نحطنا الحلقوم، أيضا حطيت ملعقة سمنة، وراح أخليه بالمايكرو تقريبا 15 ثانية كلش كافي. هنا أنا حضرتهم بين ورق زبدة، وعندي حشوة سمسم هنا، أيضا سمسم سكر هيل. طبعا طريقة التشكيل أو الحشو هاي متروكة لكم، لأن أنواعها كلش هواية، منها القوالب، التقطيع اللي مثل ما أنا استخدمتها هنا بالفيديو، أسهل وأسرع طريقة. واكو طريقة القوالب حسب الرغبة. راح أكمل حشيهم، ودهنت الوجه مالتهم فقط بيضة مخفوقة، ما استخدمت وياها لا خل ولا أي شي، كل شي ما عليها، فقط خفقتها وهذا هو. حشيت الحلقوم، بعدها التمر، بعدها السمسم، وراح أشويهم، وراح تشوفون شكلهم النهائي إن شاء الله. هنا أنا بعد ما شويت كل الكمية هاي اللي قدامكم بالفيديو، هاي كل الكمية، كل الكيلو. ما شاء الله ريحتها تجنن، طعمها كلش طيب، قوامها كلش حلو. هسه راح تشوفوا، لا هي قريبة للمعمول ولا هي قريبة انه تكون قطنية، بين الاثنين، بين الاثنين كلش. يعني من ان شاء الله من تجربوها راح تفهمون شنو اقصد. طعمها كلش طيب، وريحتها بعد اطيب. علينا وعليكم بألف عافية، كل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك.